اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يوم جديد، فيديو جديد، منيو جديد، اكلات اسبوع جديده ان شاء الله. منيو الاسبوع ده يعجبكم، تلاقوا فيه افكار مختلفه ومتنوعه تستفيدوا منها وتنفذوها ان شاء الله. وما تحتريش في الغدا تاني، خلي التفكير عليا والتنفيذ عليكي. لو لسه ما حطيتيش اللايك الجميل بتاعك حط لي اللايك، وكمان سيبي لي بصمتك الحلوه سواء بالكومنت الحلو او باللايك او بالمشاهده الكامله للاعلان. ولو انت اول مره بتشرفي قناتي، اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا، ويلا بينا. بعتذر اول حاجه كده على صوتي، لان انا واخده برد جامد جدا، فهتلاقوني بتكلم بالعافيه، فانا اسفه طبعا ليكم على الصوت. اول يوم كده معانا في المنيو عملت شوربه عدس. شوربه عدس طبعا تحفه، بما ان الشتاء بقى داخل علينا كده والجو بدأ يبرد. يعني حاليا لسه الجو ما بردش قوي، يومين برد كده ويومين بيبقى الجو كويس. فانا يعني ساعه ما بلاقي الجو كده برد بروح على طول اعمل شوربه العدس الجميله دي، حلوه جدا ومفيده ومغذيه وبتدفي كمان في البرد. اعملي جنبها اي حاجه بقى، شويه بطاطس محمره، شويه بيض مسلوق زي ما انا عملت كده ومتدحرج في الزيت، بيض مقلي. ما تعمليش جنبها اي حاجه خالص، شويه مخلل على بصل. لو عندك مثلا خضار زي جرجير زي بصل اخضر هيكون جميل جدا، واكله بسيطه وسهله وكمان مغذيه جدا ومفيده في البرد اللي احنا فيه ده. ندخل على تاني يوم معانا في المنيو. اليوم ده انا كنت مصوره معاكم روتين، طبعا اللي شاف الفيديو هيكون عارف، ولو انتي لسه ما شفتوش روحي شوفي الفيديوهين اللي فاتوا، هتلاقي فيهم روتينات جميله جدا كلها افاده ان شاء الله تعجبك. فعملت ايه النهارده؟ عملت سمك مشوي، وكنت جايبه ليا كده حبايتين سردين. السردين ده هو مش سردين، يعني انا ما اعرفش اسمه ايه بصراحه، هو سمك مجمد كده بس جميل جدا جدا. اعتبريه مثلا سردين كده كبير مجمد بس حلو قوي. انا ولادي وزوجي ملهمش في الكلام ده خالص. فانا دايما كده اجيب لهم السمك البلطي واشويه لهم، واجيب لنفسي مثلا اي حاجه جنبه اشويها برضو احيانا يعني، واحيانا باكل سمك بلطي عادي مفيش اي مشكله خالص. وطبعا شويه الرز بالشعريه، كان في جرجير، وعملت سلطه خضراء بقى كله خضار كده ما شاء الله، عشان بقى الفيتامينات ورفع المناعه، بما اننا بقى في البرد وفي الشتاء. طبعا الاكل كان قليل لان انا وسلمى بس اللي كنا بناكل في وقت ما صورت، يعني احنا اليوم ده كل واحد كان اكل لوحده وكده، فحبيت بس اقول لكم يعني ليه الاكل قليل علشان كده. تالت يوم معايا في المنيو عملت اكله برضو حلوه جدا، ومن الاكلات السريعه جدا جدا والكمان جميله اللي بيحبها كبير وصغير. عملت كفته الحاتي في الفرن، كفته مشويه جميله. هي ممكن قدامكم واخده لون غامق شويه ده عشان احنا ما كلناش في وقتها. يعني انا حضرت الغدا من بدري عشان كان الولاد عندهم دروس، فكنت حابه ان هم يتغدوا قبل ما يخرجوا. وفي الوقت ده كان بعد مثلا ما طبخت بحوالي ساعة او يمكن اكتر، فاخدت اللون الغامق ده شوية، بس هي كانت جميلة وطعمها كان تحفة. وبعد ما سويتها في الفرن كده رحت مولعة لها في حماية، خدت طعم الشوي على الفحم، فكانت جميلة جدا. عملت جنبها بقى سلطة طحينة وكمان سلطة خضراء، وكان في جرجير. احنا اكلنا بالعيش، بس عملت للولاد طبعا مكرونة سباكيتي علشان يعرفوا ياكلوا. انتوا عارفين بقى الاطفال وكده ما بيعرفوش ياكلوا العيش قوي، لا اما رز لا اما مكرونات، فهم بيحبوا المكرونه الاسباجيتي. فانا كان عندي نص كيس بس عملته على قدهم، كل واحد كل طبق ما شاء الله جنب الكفته، لكن احنا كلنا بالعيش. اليوم اللي بعد كده برضو عملت اكله جميله جدا 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 وشفتوها كمان معايا. لا لسه ما شفتوهاش، لسه الفيديو ده ما نزلش، انا اسفه. ال- الفيديو ده جميل جدا. عملت مقلوبه عراقيه بدبابيس الفراخ، ان شاء الله هينزل لكم الفيديو اللي بعد ده على طول بامر الله. قلوب عراقية جميلة جدا ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الرز بقى مفلفل كده واخد لون حلو قوي، عامله له تتبيله جميله جدا. هتشوفوا كل ده معايا ان شاء الله في الفيديو، ان شاء الله كده تعجبكم. تغيير عن الاكل العادي، كل يوم بنعمل بقى اكلات مصريه، فقلت النهارده لا بقى نعمل مقلوبه. في ناس كمان بتقول انها عراقيه وفي ناس بتقول انها فلسطينيه، فايا كان هي طعمها تحفه جدا جدا وتغيير في الاكل. انا عملتها المره دي بدبابيس الفراخ، هي ممكن تتعمل بفرخه كامله، تتعمل بالاجنحه، تتعمل باللحمه، ممكن كمان تعمليها باللحمه المفرومه، جميله جدا حلوه قوي، كلها في حله واحده كده ولذيذه بصراحه، طعمها جميل جدا. ان شاء الله كده الطريقه تنزل لكم هتشوفوها، بتمنى انتوا تجربوها لانها فعلا جميله جدا. مع الاكل كده كنت جايبه بصل اخضر وجرجير، وكمان كان عندي سلطه طحينه متبقيه عندي كده في التلاجة من اليوم اللي قبل ما كنت عامله الكفته. واحلى حاجه بقى جنب الاكله الجميله دي الزيتون المخلل عمايل ايدي، ولا انا اول مره في حياتي اعمله انا بنفسي. يعني دايما ماما الله يبارك لها او حماتي الله يرحمها كانت هي اللي بتعمله، كانوا بيعملوه جميل جدا برضه. بس انا حبيت السنه دي بقى اتحدى نفسي كده ورحت عاملاه، عايزه اقول لكم كان تحفه بجد، بسم الله ما شاء الله جميل. شايفين لونه اصلا يفتح النفس ازاي، فكان حلو جدا جنب المقلوبه يفتح النفس كده. اليوم اللي بعد كده معايا في المنيو
يعتبر كان اكل بايت وانا كملت عليه يعني. زي ما انتم شايفين كده دي كرشه بالصلصه، ما هوش انا اللي كنت طبخها بصراحه، دي كنت ماما اللي طبخها وبعتلي منها يعني طبق. انا ولادي مالهمش في الاكلات اللي زي دي، فهي كانت بعتها علشاني. فعملت جنبها كمان شويه بطاطس كده بالصلصه، قلت عشان خاطر الولاد ما بيحبوش الكلام ده، فاعمل لهم حاجه كده ياكلوها جنب اكل بايت عندي، او مثلا بيض مسلوق، المهم اي حاجه تمشي اليوم كده علشان ما يبقاش زعلت حد. طبعا عشان خاطر الولاد يعرفوا ياكلوا كده، ملهمش اصلا في الاكلات دي خالص بجميع انواعها. فالبطاطس كده بالصلصه كانت جميله جدا. وعملت شويه رز ابيض، وكمان قلت اعمل بقى شويه شوربه لسان عصفور كده جنب الاكل، تبقى حلوه وكمان تفتح النفس كده من على الاكل كمقبلات يعني. الشوربه كانت جميله وكانت مدفيانه بصراحه، اليوم ده كان الجو برد، فاكله بسيطه كده ومن اكله بايته حولتها لغدا حلو كده وبسيط. واليوم عدى والحمد لله على نعمتي، ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين. اليوم اللي بعد كده حبيت بقى اعمل لهم اكله كده تكون حلوه. عملنا فراخ مسلوقه، والفراخ بقى رحت حشيها بالرز كده بالكبد والقوانص، وبعد ما استوت معايا كده رحت دهنها بقى بشويه صلصه مع شويه توابل كده حلوه، ودخلتها تحت الشوايه، خدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينها ده، فبقت كأنها مشوية. وفي نفس الوقت بقى الخلطة كده اللي جواها الحشو بتاع الرز ده كان تحفة، كان مفلفل وكان مظبوط جدا. الشوية اللي على الوش دول هم اللي تحس ان هم لازقين في بعض شوية او معجنين، ده عشان طبعا كانوا شاربين من الشوربة وهي بتتسلق. اما اللي جوه كان مفلفل جدا طعمه حلو، كنت مبهرة الرز كويس مع الكبد والقوانص، بجد كان تحفة. وعملت الخضار بقى كده، كان عندي كام حباية كوسة على حباية بطاطس بس واحدة، رحت عاملاها كده بالصلصه زي ما قلت لكم كتير قبل كده ان ولادي ما بياكلوش الكوسه، فرحت مع الكوسه كده حاطه بطاطسيه واحده بس عشان خاطرهم، علشان يرضوا ياكلوا. طبعا لازم ارضي الناس كلها وارضي جميع الاطراف عشان الكل ياكل وما حدش يتظلم يعني. الفراخ كانت جميله جدا بالطريقه دي، والرز الابيض وكمان شوربه الفراخ مع الكوسه ومع البطاطس كانت تحفه جدا. اخر يوم معايا في الاسبوع بصراحه ما حبيتش ان انا اعمل غدا ولا طبيخ ولا اي حاجه، حبيت ان انا اريح نفسي شويه اليوم ده. وكمان الاكله الجميله دي كان بقالنا كتير جدا شهور بصراحة ما عملناهاش. عملت رنجة كده، جبت حبايتين رنجة ورحت بقى مسخناهم كده على النار ومفصصاهم وطلعت منهم البطارخ المرملة الجميلة دي. حلوة قوي البطارخ المرملة دي، احنا بنحبها جدا انا وولادي، وبقالنا فترة كبيرة قوي وكنا بنجيب الرنجة يطلع فيها البطروخ اللي هو الطري الناعم ده، فبقالنا فترة كبيرة ما كلناش البطاريخ المرملة دي، كانت جميلة جدا. وجنب الأكل كده بقى شوية شيبسي على شوية خيار، حاجات كده لزوم الأكل تفتح النفس طبعا. ما حطيتش بقى ولا تونة ولا عملت سلطة رنجة مثلا ولا طحينة ولا الكلام ده، لأن الغدا ده كان ليا أنا والبنات بس. أما محمد وبابا عملت لهم أكل تاني، يعني عملت لهم طبيخ بقى واكل تاني، لان هم ما كانوش حابين ان هم ياكلوا كلام من ده، فده بس يدوب على قدي انا والبنات. اكله كانت لذيذه وخس بقى وبصل اخضر وليمون وحاجه تفتح النفس. يا رب المنيو الاسبوع ده يكون عجبكم، وقبل ما تطلعي من